بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بيكم حبايب مطبخ طماطم. النهاردة هنعمل مع بعض الأكلة السريعة والخطيرة دي، الكبدة الاسكندراني. سريعة جدا والطعم حكاية، مش عايزة أقول لكم، ومتهيألي مفيش أسرع من كده. يا رب الفيديو يعجبكم ونشوف مع بعض الخطوات والمقادير. معايا كيلو كبده، وحدتين فلفل، ولو عايزين يبقى سبايسي ممكن نضيف واحده حراقه، ووحدتين بصل كده، ومعلقه توم مفروم. وبالنسبه للتوابل، معلقه ملح، فلفل اسمر وكمون وكزبره وسنه شطه، ومعايا كمان الليمون ومعلقه الخل. في طاسه سخنه جدا جدا على النار هبتدي اضيف معايا الكبده. لازم تكون الطاسه سخنه علشان تبقى طريه معايا الكبده وما تكونش ناشفه معايا. لازم تكون الطاسه سخنه، واشوحها الاول على النار، على نار عاليه، واقلبها من غير اي اضافات الاول لما اتخلص طبعا من الزفاره بتاعتها ومن الدم اللي فيها. وبعد كده بضيف الاضافات بتاعتي والخضار. نديها تقليبه كده، تقليبه كويسه علشان نشوحها على النار ونتخلص من اي سوائل فيها. زي الفل. نبتدي بقى نضيف البصل والثوم، ونقلبها كويس. ونضيف الفلفل والتوابل. نبتدي بقى نقلب كله مع بعضه وكله يستوي مع بعضه. تقليبه كويسه كده. وممكن كمان نضيف طماطمايه لو حبينا. تقليبه كويسه محترمه كده. زي الفل. كله استوى مع بعضه وكله زي الفل، والروايح جامده شغاله اهي. كله اخد من طعم بعضه، وكله الطعم وزي الفل واستوى، ومش عايزين اكتر من كده. اخر حاجه تقليبه كويسه محترمه كده. تمام التمام. عصره الليمون ومعلقه الخل وتقليبه اخيره كده. كويس جدا. خلاص استوى، كله زي الفل وكله تمام التمام. خلاص خلصت الكبده الاسكندراني.
الخطيرة دي زي ما احنا شايفين كده، والريحة تحفة والطعم يجنن، مش عايزة اقول لكم مفيش احسن من كده ولا اسرع من كده. وممكن كمان نقدمها سندوتشات لو احنا حابين، ومعاها السلطة والطحينة. ويا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة لو سمحتوا.